نصيحة بمليون جنيه. ازاي تتعامل مع النقد السلبي اللي انت ممكن تتعرض له من غير ما يهز ثقتك في نفسك؟ تخيل معايا اول مرة انت هتقرر انك تنزل فيها محتوى، تشارك رأيك او حتى تحكي تجربتك، وفجأة تتفاجئ بتعليق بيقولك ايه الهري ده، إيه ده كلام فاضي، هو كل واحد مش لاقي حاجة يعملها بقى بيدي كورسات ولا بقى بيتكلم في سين ولا بيتكلم في صاد. لحظة زي دي بالنسبة لناس كتير كفيلة انها تخليهم يقفلوا الصفحة وتمسح الفيديو اللي انت نزلته وتقول والله انا واضح ان انا مش قدها. لكن خليني هنا اقول لك بقى الحقيقه اللي انت لازم تسمعها. النقد السلبي مش دايما بيكون نتيجه لعيب او حاجه غلط فيك، اوقات كتير بيبقى كشف لحقيقه الناس اللي اصلا بتوجه لك النقد ده. طيب السؤال هنا بقى ازاي تتعامل مع النقد ده من غير ما تخليه يدمرك او يأذيك؟ واحد، اسأل نفسك كده، والله هو الكومنت اللي الشخص ده كتبه نقد حقيقي بناء ولا مجرد تفريغ سم لبني آدم مريض؟ على فكرة مش كل تعليق سلبي معناه ان الشخص ده قاصد ان هو يديك نقد بناء. في فرق ضخم ما بين حد يقول لك والله الشرح بتاعك محتاج ترتيب اكتر، وحد تاني يقول لك لا انت تافه وما بتفهمش. النقد البناء بيقترح حلول ليك تساعدك، التاني ما بيعملش حاجة غير ان هو بيحاول يكسر ثقتك من غير ما يديك اي بديل. اتنين، حاول تستوعب ان بدايات ظهورك في الغالب ممكن تتعرض لمحاولات للهجوم الشخصي عليك من غير سبب. كل ما هتبقى ظاهر اكتر كل ما احتمالية ان حد يتعرض لك او يحاول يأذيك تكتر على فكرة. بس ده مش لازم يكون دليل انك غلطت في حاجة، ده دليل انك بدأت تكون موجود في الصورة والناس بدأت تاخد بالها منك، لان اللي مش بيتهاجم هو اللي مش ظاهر اصلا. ثلاثة، خد المفيد ليك وارمي الباقي. نقي من النقد اللي بيجي لك الحاجات اللي تنفعك او تساعدك تبقى احسن، والباقي ارميه ولا كأنك سمعته. أربعة، اعرف نفسك كويس، زود الثقة في نفسك أكتر علشان صوتك يبقى أعلى من صوتهم. كل ما هتكون واضح مع نفسك في نيتك وهدفك ورؤيتك، كل ما أي تعليق سلبي هيخبط في حيطة الثقة الداخلية اللي جواك اللي ما بتتهزش. دراسة من الجورنال اوف بيرسوناليتي سايكولوجي بتقول الأشخاص اللي عندهم وضوح داخلي في أهدافهم وثقتهم بنفسهم بيكون تأثير النقد السلبي عليهم أقل ب70% من غيرهم. أخيراً، اللي ناوي ينجح لازم يتقبل حتة إن هو ممكن في يوم من الأيام يسمع كلام مش مريح، لكن الفرق إنه ما يسمحش للكلام ده إنه يدخل جواه ويغير فكرته عن نفسه أو يهز ثقته بنفسه. قولي كده في الكومنتات إيه أغرب أو أسخف تعليق سلبي سمعته قبل كده وإزاي رديت عليه. السلام عليكم.